السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. ظالين وياكم بسلسلة أرباح الدجاج وشلون أربح من الدجاج. تعالوا وياي. ذاك اليوم حكينا بالفيديو قلنا شلون تنتج وشلون تفقس وشلون تصدر تبيع. هذا الفيديو مختلف عن نوعا. شلون؟ هسه يقول لي أنا ما عندي مكان، أنا بيتي 50 متر، أنا بيتي صغيروني، أنا بيتي كذا، أنا ما أدري شلون. إي بخدمتك أنا، أكو فد شغلة. بالأخص خواتنا القاعدات بالبيت يقول لك أنا ما عندي شغلة نوار، كل شغلة ولا عاملة. يعني وضعيتنا بس على الله وعلى مثلا على تشد هذا الرجال كمثال. تقدرين تشتغلين بالبيت اخوي، اكو فد شغله وهي شنو؟ اخوي خانه مثل هاي، اخوي خانه مثل هاي وتشوفون جناي محترم يعني شويه زين، تشترون من عنده كتاكيت. اي جناي هواي خير من الله، ناس طيبه كلش هواي. هاي الكتاكيت اخليها اشتريها كمثال، اكو كتكوت الزوج ب4 واكو كتكوت الزوج ب6 واكو 10 واكو حتى يوصل 20,000 الزوج. طبعا من عمر يوم الى 10 ايام هذا اسعارهن. راح يجيك تقول لي شو اسوي بيهن؟ كتاكيت تربيهم لمده 30 يوم، لمده شهر. لمده شهر ابيع انزل وجبه. هاي الوجبه مال الكتاكيت اذا اشتريتها كمثال ب 400 ب 300,000 دينار وجبه كامله، ايش قد ما يعني مثلا 100 50 30 40 200 ايش قد زادت العدد زادت الربح. شو اسوي بيها؟ ابيعها ورا شهر، اطلع الالوان القويه ابيعها بسعر غالي، الالوان القويه المستويات القويه ابيعها بسعر غالي، والباقي ابيعها ربح بالنص يصير بي. يعني اذا مشتري ب 400 ابيع ب 800. هذا واقع كل اهل الدجاج يدرون بي. اذا تربوا شهر الكتكوت ينضاف فوق سعره ضعفين، فوق سعره الواحد ضعفين. فهذا ممكن يقول ما عندي مكان، يقدر يتجه للكتاكيت ويسوي خانات ويربوا بيها. والله يرزق الجميع ان شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد. وان شاء الله نكمل الفيديوهات الباقيه. وتحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.